معظمهم حتى الآن عندهم مشاكل في التشغيل وفي الصيانة وفي التنظيم وفي الsecurity، حاجات كتير عندهم مشاكل فيها. ما فيش منافسة، يعني لو فكّرنا فيها كده هتلاقي مين أقرب منافسين، هتلاقي المسافة بعيدة جدًا. الشركة بقت بتتساوى مع أكبر المطورين اللي موجودين في السوق، أسامي كبيرة في الlocation اللي هي واخداه ده، ما فيش منافس له. المرحلة التالتة أعتقد هيكون فيها مميزات كويسة وسعر كويس، وبالتالي payment plan دي مميزة للي بيستثمر، سواء إعادة بيع أو للشخص اللي بيستثمر إيجار أو الشخص اللي عايز يسكن. النهارده معانا أقوى شركة بروكر اشتغلت معانا السنة اللي فاتت في مشروع سولي كوست، شركة سيف العقارية. معانا أستاذ محمد عبد العزيز، CEO لشركة بلوم ايجيبت. أهلا بيك يا أستاذ محمد، مبسوطين إن أنت موجود معانا النهارده في افتتاح المرحلة الثالثة. احنا عارفين إن أنت كنت أقوى مبيعات حصلت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كشركة بروكر متعاقدة مع شركة سيف العقارية. أنا بما إني indirect sales manager في الشركة، فأنا باحييك على المبيعات اللي حققناها في المرحلة الأولى والتانية، وإن شاء الله بإذن الله نحقق مبيعات في المرحلة التالتة أقوى بكتير. أستاذ محمد، عايزين نسأل حضرتك إيه أكتر حاجة بتسهل عليك إقناع العميل في سولي كوست؟ أهلًا بيك مستر حسام، باشكرك طبعًا على الدعوة الجميلة دي، وألف مبروك المرحلة الأولى والتانية، وإن شاء الله المرحلة التالتة تبقى إضافة قوية ونعمل شغل قوي إن شاء الله. أسهل حاجة بتسهّل علينا إن شركة سيف في الlocation اللي هي واخداه ده ما فيش منافس له. أقرب منافس ليها في عنده يعني ما عندوش المميزات اللي موجودة في سيف. زي مثلًا إنشاءات سريعة، facilities مش موجودة زي ما هي موجودة في شركة سيف مشروع سولي كوست. ما فيش منافسة، يعني لو فكّرنا فيها كده هتلاقي مين أقرب منافسين، هتلاقي المسافة بعيدة جدًا بين سولي كوست وبين أقرب المنافسين. أستاذ محمد، إيه التجربة اللي حضرتك مرّيت بيها مع شركة سيف العقارية من ضمن المطورين اللي موجودين اللي حضرتك بتشتغل معاهم؟ اللي بيميز شركة سيف مشروع سولي كوست إن سابقة الأعمال، عندهم سابقة أعمال كويسة بتسلِّم. العميل النهارده لو حَب يتأكد من الشركة اللي هو بيشتري معاها، حَب يروح يشوف سابقة الأعمال، الشركة بانية إيه ومسلِّمة إيه وتشغيل إيه، فيقدر بكل سهولة يتعرّف على الشركة ويروح يشوف سابقة الأعمال ويشوف المشروعات المتسلِّمة قبل كده وحركة التشغيل فيها. ده بالنسبة لكتير من المطوّرين النهارده ما بقاش موجود. معظم المطوّرين آآ اللي بيبنوا في نفس الlocation أو الجهة اللي بتبني فيها solely cost، معظمهم حتى الآن عندهم مشاكل في التشغيل وفي الصيانة وفي التنظيم وفي الsecurity، حاجات كتير عندهم مشاكل فيها. وبالتالي شركة سيف لمّا العميل يحب يتأكد ويتطمن على فلوسه، يقدر أي مشروع من مشروعات سيف يتأكد إن الشركة بتوفي بتعهداتها ووعودها مع العملا، وبتسلِّم وبتشغّل بشكل ممتاز. أستاذ محمد، إحنا إزاي شايفين مستقبل المرحلة التالتة بعد نجاح المرحلة الأولى والتانية اللي حضرتك حققته معانا؟ والله أنا شايف المرحلة التالتة هي امتداد لنجاح المرحلة الأولى والتانية، وشايف المرحلة التالتة فيها مميزات قوية جدًا زي اللاجونز اللي معمولة والأكوا و فيها facilities كتير. المرحلة التالتة أعتقد هيكون فيها مميزات كويسة وسعر كويس بالنسبة للعميل اللي عايز يستثمر في الساحل. أستاذ محمد، من واقع خبرتك في السوق العقاري، شايف الpayment plan بتاعة سولي كوست اللي هي عملتها في المرحلة التالتة، تقدر تنافس بيها في السوق العقاري بقوة؟ طبعًا payment plan كويسة جدًا ومريحة جدًا، سواء للعميل اللي بيشتري علشان يستلم وبعدين يعمل invest إيجار، يحقق عائد إيجاري كويس. وفي نفس الوقت العميل اللي هو ممكن حابب يشتري وبعدين يرجع يعمل إعادة بيع بعد ما المشروع يتسلم ويشتغل، يقدر يحط over ويكسب كويس جدًا، لإن هو معاه وقت كتير إن يقسّط بعد الاستلام. وبالتالي حتى لو هو حَب يبيع resale فهو بيريّح اللي بعد منّه، يقدر برضه يستلم ويشغّل ويأجّر ويقسّط مدة طويلة.
وبالتالي الpayment plan دي مميزة للي بيستثمر سواء إعادة بيع أو للشخص اللي بيستثمر إيجار أو الشخص اللي عايز يسكن. إحنا النهارده كده الشركة بقت بتتساوى مع أكبر المطورين اللي موجودين في السوق، أسامي كبيرة نفس مدة التقسيط. شركة سيف عاملة نفس إن أنظمة السداد، وده بيدّي راحة جامدة جدًا للناس اللي بتشتري والناس اللي بتستثمر. طبعًا أنا باشكر حضرتك النهارده بحضورك أنت وتيمك القوي اللي موجود في orientation شركة سيف العقارية المرحلة التالتة. شركة بلوم Egypt من أقوى الشركات اللي موجودة معانا أو موجودة عامةً في السوق العقاري كله في مصر كلها. غني عن التعريف الاسم طبعًا اسم كبير، وبنتشرف إن شركة بلوم Egypt شغالة مع شركة سيف العقارية كشريك نجاح قوي. حقق معانا مبيعات مهولة في المرحلة الأولى والتانية، وإن شاء الله هنكمل مع بعض مشوار النجاح في المرحلة التالتة، وهنحقق نجاح أكبر وأكبر. شكرًا جزيلًا أستاذ محمد عبد العزيز CEO شركة بلوم إيجيبت حضورك orientation المرحلة التالتة لمشروع سولي كوست، وإن شاء الله نشوفك في مشاريع لشركة سيف جاية بقوة وتكون أقوى وأقوى معانا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وإحنا يعني كل فروع شركة بلوم سواء إسكندرية أو القاهرة أو دبي، كل الشباب متحمسين إن هم يشتغلوا على مشروع سولي كوست المرحلة التالتة. حتى الشباب فرع دبي متحمسين كمان إن هم يتواصلوا مع العملاء المصريين في الخارج إن هم يعرضوا عليهم مشروع سولي كوست. وإحنا غالبًا عملنا مبيعات كويسة من خلال العملاء بتاعتنا اللي برّه مصر. إن شاء الله نكمّل ده في المرحلة التالتة، وإن شاء الله نعمل شغل كويس إن بإذن شاء الله، الله، وألف شكرًا مبروك. جزيلًا، الله يبارك فيك، شكرًا.